اكتر حاجة بحبها في تربية الطيور وخصوصا البط والوز اللي بيرقد ده، ان اشوف البطة كده وهي مطلعة البط وهو صغير. اكتر حاجة بحبها في الموضوع هي شكل البط كده وهو صغير، وانا بيطلع من تحت البطة كده قدامي وبربيه. تعالوا شوفوا بقى البطة التانية بتاعتي طلعت اهي، ويقولوا كده بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لينا جميعا. بعض الناس قالوا لي في الفيديو المرة اللي عدت البطة اللي هي طلعت عندي من حوالي شهر، قالوا ان انت وقتها شلت البط من تحت امه قبل عرقه ما ينشف. الحقيقة ان البط كان ليه تحت امه اكتر من 24 ساعة كاملين، بس هو البط عشان كان اسود مفيش اي لون ابيض نهائي، وكان لون الشعر كده لامع، ومع اضاءة بعض الكاميرا كانت ظاهرة كده للناس ان البط لسه عرقه ما نشفش، بس هو البط كان عرقه ناشف تماما. وانا هصوره دلوقتي وهوريكم البط اللي طلع عندي من حوالي شهر. برضو البط ده ليه 24 ساعة. امبارح الصبح كده أنا لما طلعت البطة لقيتها فاتحة البطة واحدة ونقرة كام بيضة. على اخر اليوم لما شفتها كان في تحتها 6 بطات، وكان برضو لسه ما خرجتش باقي البيض. فسبتها بقى لحد دلوقتي، احنا هو حوالي على الظهر دلوقتي، يعني البط عدى عليه اكتر برضو من 24 ساعة. باقي البيض ده لسه ما خرجش. في بعض البيض الجنين فيها عايش، انا لما فرست البيض ده لقيت ان في بعض البيض في جنين عايش، وفي بيضة او اتنين الجنين من جواهم ميت. تعرفي ازاي ان الجنين عايش؟ لما تحط البيضة عند ودنك او هترجيها كده رقة خفيفة تسمعي صوت خربشة من جوه البطة كده بيتنقر في قشرة البيض، ده معناها ان الجنين اللي من جوه لسه عايش. والبطة والبيضة كمان هيبقى دافي. انه ممكن بقى تلاقي ان البيض ساقع، البيض شكله من بره كده مزرق او مسود فيه الوان كده غامقة، ولما هتحطيه عند ودنك مش هتسمعي اي صوت من جوه، ده وقتها تعرفي ان الجنين اللي جوه البط ده مات. ما شاء الله، ده اهو البط اللي طلع عندي من حوالي شهر. اللي بعض الناس قالوا لي ان العرق لسه ما كانش نشف، لو البط وقتها ما كانش عرقه نشف ما كانش عايش، كان مات. في بعض الناس بتسأل البط عندي مش بيبيض في الشتاء. الحقيقة هو ملهوش علاقة بالشتاء وبالصيف. البط او الوز عموما او الفراخ بيبقى فيه فترة اسمها فترة الجلش، دي فترة البط فيها او الفراخ فيها بتاخد فترة كده راحة. الفترة دي البط فيها بيجدد ريش، بيسقط الريش الموجود القديم وبيتخرج ريش تاني جديد، ويربي بقى عنقود بيض، وقتها يبتدي ان هو يبيض. ممكن الفترة دي تكون عندك في الصيف، ممكن تكون عندك في الشتاء. يعني انا عندي مثلا 3 بطات، في منهم اهم بطتين اللي خرجت البط ده واللي خرجها لسه في اول الفيديو، دول مثلا بيضوا عندي في الشتاء. في بطة بقى تالتة عندي ما بيضش طول الشتاء، البطة دي هتبيض في الصيف. كل المطلوب منك خلال الفترة دي عشان تقدري تساعديها ان هي تبيض بسرعة، ان انت تنزلي املاح معدنية، بعض الفيتامينات زي الالف دال والهيستيلينيوم هيساعدوا البط على ان هي تبيض كده بسرعة، هيسخنوا عنقود البيض. ونسبة بقى من العلف تدخل مع الاكل اللي انتوا بتاكلوه للبط. كنت مثلا معتمدين على اكل البيت بس، لا خلوا فيه نسبة علف، ويا ريت تكون علف بياض، هتساعد البط ان هو يحمل ويبيض معانا بسرعة. يا ريت بقى ما تبخلوش عليا بلايك على الفيديو، واشتركوا في القناة لو انتوا اول مرة تزوروا القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكل عام وانتم بخير.